الكنيسه اللي احنا فيها دي. هو بيدافع زيه زينا على فكره. ما بيقول اخويا ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده حصل من شوية في اكتوبر وانتشر بشكل كبير والناس كلها بتسأل ايه موضوعه بالظبط، وانا جاي اوضح لكم حقيقة الموضوع بالكامل. واللي حصل عيل صغير بدأ يصرخ للناس الحقوني، الست دي عايزة تموتني، الست دي عايزة تخطفني. الولد كان بيستغيث بالناس اللي ماشية وعايز يهرب منها بأي طريقة. الناس جريت عليه علشان تساعده وبالفعل قدرت تخلصه من ايدها، والولد على نفس واحد دي عايزة تموتني انا معرفهاش، والعكس الناحية التانية هي عمالة تصرخ وتقول ابني. ولما أخدوه منها زاد انفعالها أكتر وأكتر وفضلت تقول ابني وتنده عليه وهو مصمم على كلامه دي عايزة تخطفني أنا معرفهاش. وبعد ما الناس نجحت إن هي تاخد الولد منها وتفض الاشتباك اللي حاصل ده، حطوا الولد في بيت أو في مكتب والناس كلها كانت واقفة. هي رفضت تمشي وفضلت مصممة وتتحايل على الناس ان هم يسلموها الولد. في الوقت ده كانوا الاهالي اتصلوا بالشرطه واللي مفيش دقايق ووصلت للمكان. ومع انتشار الفيديو للاسف ناس طلعت تقول اي كلام واغلبهم كان بيجرح في الست. اللي يقول لك مين دي، اعدموها، خلصونا منها، قطعوها، دول كانوا علقوها من شعرها، دول كان عملوا وسووا فيها. واللي ساب الموضوع خالص وقال مين اللي قالكم ان دي ست، دي مش شكل ست، دي شكلها راجل اصلا. جزء تاني حللوا الموضوع على طريقتهم والتمسوا ليها العذر وقالوا يمكن ابنها بالفعل يا جماعه وطليقها اخذوا منها من زمان، اللي هو حصلت اكتر من مره ياخد الولد او البنت من امهم ويكرههم فيها ويخوفهم منها كمان ويقول لهم دي لو شافتكم هتعمل وتسووا فيها. وقالوا ان هو الولد كان بيقول ان هي هتموتني على اساس الكلام اللي سمعه من اهل ابوه. لكن الحقيقه يا جماعه غير كده خالص، بالفعل ده ابنها وعايش معاها، لكن من كتر اللي شافوا منها وده غصب عنها لانها مريضه نفسيا قرر ان هو يستغيث بالناس علشان يلحقوه منها بعد اللي عملته فيه. فضل يصرخ للناس اللي ماشيه في الشارع ويقول لهم الحقوني انجدوني منها، دي عايزه تموتني، دي خطفاني. اتقال برضه ان هي كانت قافله عليه الشقه وكانت حبساه وكانت بتضربه لحد ما مفتاح الشقه وقع في ايده، فتح الشقه وجري منها، لكن هي اتمكنت منه ومسكته. علشان كده هو استغاث بالناس. مفيش حاجه بتحصل كده في حياتنا وخلاص. يمكن الحمد لله ربنا أراد إن الفيديو ده ينتشر علشان المسؤولين تتجه وتعالج الست دي وراعوا الولد برضه. الست دي طالما عملت كده في ابنها يبقى مكانها مش الشارع ومكانها دار رعاية لحد ما تتعالج، وكذلك الولد يتم رعايته. فيا ريت يتم الاهتمام بيهم هما الاثنين وما يرجعوش على مرجوعهم الأول وبعد كده نقول يا ريت اللي جرى مكان. طالما الست دي تعبانه يبقى خلاص هي غير امينه على الولد لحد ما ربنا يريده تتعالج، لان كده مش بس في خطوره على الولد ربنا يشفيها ربي ويعافيها، ده كده في خطوره على غيره ربنا يحفظ الجميع. ويا ريت كل الناس اللي بتشوفني تعمل مشاركه للفيديو ده. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.